وزارة الشباب والرياضة توافق على استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة أخبار أونلاين. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو كدعم لينا وتشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. ده بشكل رسمي، أنا بقول الحاجة ده بشكل رسمي. طيب تعال نروح بقى في التفاصيل، تعال نغوص في التفاصيل مع بعضينا ايه اللي حصل النهاردة عشان حضرتك والمشاهدين تبقى في صورة في مستجدات كتير حصلت. النهاردة السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كان عنده اجتماع مع لجنة الكرة، مع كابتن أيمن يونس وكابتن أشرف قاسم وكابتن عبد الحليم علي. خلاص كابتن عبد الحليم علي موقفه اختلف غير موقف المستشار محمد عطية، لأن الوزير النهاردة قاعد معاه قاعدة واتكلم في تفاصيل كتير جدا، فبالتالي كان عدول عبد الحليم علي عن استقالته. إذا الكابتن عبد الحليم علي مستمر في مكانه في نادي الزمالك. هقسمها لكم جزئين. طب الجلسة بتاعت النهاردة كان هدفها إيه؟ الجلسة النهاردة معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي قعد فيها مع محمد عطية علشان ما تحصلش أي مشاكل، وبالتالي الاقتراحات اللي اتقالت إن يبقى فيه لجنة كرة رأيها استشاري بقيادة الكابتن أيمن يونس، ويتم من طرف الكابتن أيمن يونس اختيار اسمين يكونوا موجودين معاه في اللجنة. بالإضافة كمان إلى إنه كابتن أشرف قاسم هو مشرف على كرة القدم والفريق الأول والناشئين، فهو مشرف بشكل احترافي مش كده. أما بالنسبة للكابتن عبد الحليم علي فهو مدير الكرة بنادي الزمالك للفريق الأول. دي التقسيمة المقترحة، وهقول لحضرتكم كمان في بعض الأسماء تم اقتراحها وأنا مكمل معاكم في السكة. ده الطريق هشرحها لكم بشكل فني. الطريق التاني اللي حصل بقى المستشار محمد عطية، ايه اللي حصل امبارح؟ انا قلت لحضراتكم انه تقدم باستقالته، لكن الراجل النهارده كان متواجدا صباحا في نادي الزمالك، وهو ده اللي خلى الناس تقول ان الكلام اللي اتقال في الاعلام امبارح كلام مش سليم. لكن الراجل كان رايح علشان معلومت من مصادرنا انه كان رايح علشان ليس هناك ربط ما بين تقدمه باستقالته وما بين عمله لحد اللحظة الأخيرة في فكرة إيصال الحقوق كلها وتكملة الجزئية اللي لها علاقة بفريق كرة القدم حتى يترك هذه الجزئية المالية وهو مطمئن. كان متواجدا منذ صباح اليوم وأنهى عدة أمور مالية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وشهد المستشار محمد عطية وهو خارج من وزارة الشباب والرياضة عائدا إلى نادي الزمالك، أعتقد على الساعة 7:15، 7 يعني بالتوقيت ده كده. رجع لنادي الزمالك خلص كل حاجة مادية، وبالتالي على الساعة 8:30 9 كان بيعود إلى منزله. ما علمت أن ليس هناك أي مستحقات مالية أو مادية متأخرة لأي لاعب من لاعبي نادي الزمالك. ما علمته إن مفيش أي مستحقات مالية متبقية على أي لاعب من نادي الزمالك. الراجل ده قبل ما ينام على مخدته تقدر تقول إنه ريح نفسه وريح ضميره كده، خلص كل حوارات نادي الزمالك المادية والمالية قبل ما الوزارة تعلن. كان الراجل بيعود مرة تانية خلص كل حاجة لها علاقة بالنادي كده، مفيش ولا مستحقات للاعيبة متأخرة نادي الزمالك، وأي لعيبة مالهاش أي مستحقات كده. الكابتن محمد عطية أو الأستاذ محمد عطية ريح الدنيا كلها. طبعا أقول لكم أكد المعلومة إن مفيش لاعب أجنبي أو لاعب محلي ليه فلوس عند نادي الزمالك، انما مقدمات العقود والحاجات التانية دي لسه يعني، انما مستحقات مالية متأخرة مفيش. دي الجزئية بتاعة المستشار محمد عطية. اما بقى ما يتعلق باسباب الاستقالة والامور والتفاصيل والحاجات دي اللي الناس عايزة تعرفها هتبقى في وقتها. اللي انا متأكد منه دلوقتي على الهواء مباشرة هو ما اكدته وزارة الشباب والرياضة، قبول استقالة المستشار محمد عطية. خلال الوقت البسيط اللي ظهر هذا الرجل فيه هو لم يخرج في الإعلام على الإطلاق،
ولم يتحدث في الإعلام إلا بمداخلة وحيدة عبر برنامج جمهور التالتة، وظهر فيها مدى إخلاصه وحبه وتقديره لنادي الزمالك. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده اكتر من كده، ما تنسوش اعملوا لنا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد.